الأهلي يبلغ المدرب سورب ببقاء وليد صلاح، وتم الاتفاق على طريقة عمله وتعرف على ما حدث. تم إبلاغ المدرب الدنماركي باستمرار وليد صلاح كمدير كرة للنادي الأهلي، وتم الاتفاق مع المدرب الدنماركي على طريقة العمل ما بين وليد صلاح وما بين المدير الفني، واللي عايزه المدير الفني حول عدم توقيع أي عقوبة على اللاعبين إلا بعد اللجوء إلى المدير الفني هو صاحب القرار النهائي في هذا الأمر، وإنه أيضا هيكون له دور في اتخاذ كل قرارات المدير الفني فقط. وليد صلاح هيكون دوره انه يظبط اوضه اللبس ويسيطر على اللعيبه، واي قرار هو شايفه لازم الاول يعرضه على المدير الفني، وبعد كده المدير الفني سورب هو اللي يقول لوليد صلاح يتم تفعيل هذا القرار ولا لا. كل الامور دي خلاص تم الاتفاق عليها مع المدرب الدنماركي، وتم ابلاغه ببقاء وليد صلاح وانه هيكون داعم له طوال مسيرته مع الاهلي.